السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم على موضوع مهم، وهو عروبة الكنعانيين والدلائل والقرائن اللغوية والحضارية التي تدل على أن الكنعانيين عرب. وأنا شخص لست عربي، أنا أمازيغي. في هذه الحلقة إن شاء الله نوضح لماذا وما هو الدليل على أن الكنعانيين عرب. شوفوا معنا هنايا سكان القدس الفلسطينيين يحتفلون بميلاد أشهر ملوكها الكنعانيين، كما احنا في شمال إفريقيا الأمازيغ قد تجدونهم يحتفلون بميلاد موسي نيسا اللي هو أول ملك أمازيغي جزائري. في القدس أيضا القليل من الناس من يعلم بأن الفلسطينيين أيضا يحتفلون بأول ملوكهم الكنعانيين، أو عفوا أو أشهر ملوكهم الكنعانيين. وهذا ما قال كتبات الجزيرة بشأن هذا الموضوع. يقول المقال هذا احتفى مثقفي فلسطين بالقدس بأشهر ملوك مدينتهم الكنعانيين، واسمه باللغة الكنعانية ملكي صادق. وهذه لغة عربية واضحة، ملكي صادق، التي تعني بالعربية الملك الصادق. حتى المقال هنا يقول أن هذا الملك عرف بالبر، أي الصدق. هذا دليل على عروبة الكنعانيين وعروبة فلسطين. نأتي الآن إلى دليل آخر على عروبة الكنعانيين أو قبيلة كنعان، وهو التشابه الرهيب بين اسم كنعان وعدنان. سبحان الله، لما تقول كنعان وعدنان شغل كما تقول حسن والحسين، حسن والحسين من لغة واحدة اللي هي العربية. قبيلة كنعان، اسم كنعان يشبه اسم عدنان، وعدنان أو العرب العدنانية هم عرب السعودية وعرب الحجاز، والعرب الكنعانية هم عرب فلسطين والشام. لذلك لما تشوف هذا التشابه بين اسم عدنان وكنعان تفهم التشابه اللغوي المطابق أو الشبه مطابق بين اسم الملك الفلسطيني الكنعاني القادم الذي يحتفل به الفلسطينيون، والذي اسمه باللغة الكنعانية ملكي صادق، والتي تعني بالعربية العدنانية الملك الصادق. حتى في هذه الخارطة اللي وضعتها هنا لتوزع القبائل العربية، شوفوا سبحان الله التشابه بين الأسماء، دليل على أنها لغة واحدة. كنعان، غسان، عدنان، قحطان، قحطان، عدنان، غسان، كنعان، وكأنهم إخوة، مثل ما نقول احنا حسن والحسين في اللغة العربية. ننتقل إلى الدليل الآخر على عروبة الكنعانيين أو قبيلة عدنان، وهو الإمبراطور الروماني فيليب العربي. قليل الناس اللي تعرف وتسمع عن فيليب العربي، اللي هو إمبراطور روماني حكم روما. ولد في منطقة الشهباء بسوريا بالقرب من فلسطين، ولقب بفيليب العربي لأنه من أصول عربية، وهذا ما تكلمت عنه ورجحته موسوعة جامعة كامبريدج. ليس من موقع عروبي وموقع نشر الخرافة، هذه موسوعة كامبريدج تقول بأن الإمبراطور فيليب العربي لقب بفيليب العربي كونه من أصول عربية. هذا يدل على عروبة الكنعانيين، لأن الإمبراطور فيليب العربي لم يكن من السعودية، ليس من العرب العدنانية، بل كان من سوريا، من كنعان، ولقب بفيليب العربي، ما يدل على أن الكنعانيين عرب، والرومان كانوا يعلمون ذلك. والآن ننتقل إلى موقع كامبريدج يونيفرسيتي، موقع جامعة كامبريدج. الآن موقع جامعة كامبريدج في ترجمتها
للإمبراطور فيليب العربي، تقول يعني راني مسطر تحتها بالخط الأحمر: So called as he was born in Syria of Arabian descent Philip the Arab. تقول يعني هنا بالترجمة بالعربية: فيليب العربي المولود بسوريا هو من أصول عربية، يعني أصول عربية كنعانية، دليل على أن الكنعانيين عرب مثل عدنان وغسان وقحطان، كذلك كنعان هم عرب أيضا.